محمد رمضان مليونير وعمر 19 سنة وتعلمت المبادئ من صغري. كشف الفنان محمد رمضان ذكرياته في الطفولة وتجربته مع النجاح، موضحا انه نشأ في عائلة متوسطة لكنه تمكن من تحقيق الثراء ليصبح مليونير في عمر 19 عام. وأشار في تصريحاته بدقاسة خارج إطار الشخصية على اليوتيوب إن المال يعتبر بالنسبة له مقياسا للنجاح، قائلا الفلوس بتجيب السعادة. أكد محمد رمضان أنه لن يغني في حفلات الزفاف حتى ولو عرض عليه $1,000,000، مشيرا إلى أنه استخدم لقب نمبر 1 كوسيلة للترويج له وليس يدافع بدافع التباهي والغرور. قال لو شفت حد طالع فجأة وبيقول انه نمبر 1 هاخد عنه نفس الانطباع اللي الناس اخدته عني في البداية. اما عن طفولته، تحدث محمد رمضان عن طفولته ونشأته اذ كان اصغر طفل في عائلته ولاقى الكثير من الرعاية والاهتمام، ومع ذلك تعلم من والديه العديد من المبادئ ابرزها حب الخير والقناعة. واوضح انه لم يطلب منهما يوما شيئا يتجاوز قدرتهما، قائلا الثقة في الله نجاح دي كلمة اتعلمتها من والدي ووالدتي. كما تحدث محمد رمضان أيضا عن بداية رحلته مع التمثيل وازدياد شغفه لهذا المجال، حيث ظهر ذلك عندما قلد ناظر مدرسته، والمفاجأة كانت عندما رآه الناظر ولم يعاقبه على ذلك بل شجعه على الانضمام إلى مسرح المدرسة، ما جعله يفكر بجدية في احتراف التمثيل. واختار محمد رمضان أن يدخل في جدال مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديدا جي بي تي شات جي بي تي حول مدى أحقيته باللقب المثير للجدل نمبر 1. شات جي بي تي مين هو؟ سأله مين هو نمبر 1 في الموسيقى والتمثيل في مصر والوطن العربي. بتلك العبارة فاجأ محمد رمضان متابعيه في وقت سابق بمقطع فيديو قصير نشر على الانستجرام، وظهر مستلقيا بينما كان يدخن سيجارة قبل أن يحصل على إجابة مرضية لسؤاله. وحصل محمد رمضان على رد من تطبيق الذكاء الاصطناعي الأشهر بأنه الأفضل على الإطلاق، وجاء الرد بالإنجليزية قبل أن يطلب رمضان الاستماع لاعتراف جي بي تي باعتباره الأفضل باللغة العربية. يدعى بالتطبيق لاحقا. تقدري تقولي غير كده؟